ازيكم يا اصحابي واحبائي في الله. انا اول مره اصور فيديو وانشره على النت او حاجه زي كده، او لسه داخل في مجال مثلا يعني تربيه الحمام عامه. بس بجد يعني المجال ده جميل جدا، حببني في المجال ده بندق، يعني واحد زميلي اداهوني وكده، وحبيت بصراحه تربيه الحمام وابني برضه. بس بجد هو يعني على قد ما هو مجال حلو وجميل، بس في حاجات صعبة كتير، ان انت ممكن يضحك عليك كتير جدا عادي. واحد يديك حمام ما يكونش شغال ويقول لك ده شغال. أسواق طبعا كتير، فدي مشاكل. فأنا امبارح يعني لو بفضل الله اتعلمت كتير خلال الفترة اللي فاتت دي. يعني لسه مجال الحمام ده ما كملتش يمكن 6 شهور ولا 7 شهور. ما عنديش أصوص أو حاجة كويسة، مربي بلدي على ذكر اسود جمعية عن طريق كريزلي، يعني حاجات اللي هي مش مستويات أصلا، اللي هو شعبي، حاجات بيتي. بس واحد زميلي يعني قال لي تعالى عندي حمام وكده، وتعالى خد اللي انت عايزه. اداني حمام يعني المفروض ان هو كويس وكل حاجة، بس ربنا يسامحه يعني. انا يلا مفيش مشكلة، عند ربنا ما بيروحش. المهم يعني النهارده جاي فيكم بحاجة جديدة. امبارح شفت فيديو غريب، يعني قال لك ازاي تعرف الذكر من النتاية على الطريقة التايلاندية. دي حاجة جديدة، افتكاسة جديدة دي بجد في الغواية. يعني أنا ناس كتير متابعها، منهم أبو مريم التونسي وأبو هاجر وعلي المنسي ودكتور حمام. الناس دي عرفتني، أنا كنتش عارف أمسك الذكر من الأنثى، ما أفرقهمش من بعض. معرفش فين الذكر فين الأنثى غير لما أشوف مثلا فرد الحمام يزوف، أعرف إن ده ذكر. لكن غير كده معرفش فين الذكر من النتاية، معرفش. بس لما تابعت الناس دي عرفتني معلومات كتير جدا، واستفدت منهم كتير جدا، وبجد هم ناس محترمين وكويسين جدا. يعني الواحد اتعلم كتير، يعني الفيديوهات بتاعتهم دي مفيدة جدا والله. عرفت فين الذكر فين النتاية، اللي بيميز الذكر عن النتاية، واللي بيميز النتاية عن الذكر، كل ده عرفته. بس اللي هو أنا على الطريقة التايلاندية، بيمسك فرد الحمام يقلبه وكافي دماغه لتحت. قالك لو ديله نزل لتحت يبقى ذكر، لو ديله اترفع يبقى نتاية. طب أنا حبيت أجرب الموضوع عندي، مسكت ذكر عادي ديله نزل لتحت، كنت ماسك نتاية ديلها نزل لتحت، أنا عارف إن هي نتاية أصلا. طب ديلها نزل لتحت إزاي؟ بجد يعني كانت حاجة غريبة. فعرفت إن هي افتكاسة برضو من ضمن الافتكاسات اللي بيطلعوها الناس، يعني على اليوتيوب. يعني اللي يمسك يعني يربط فتلة ويعلق مسمار ويقول لك ده ذكر وده نتاية، لو المسمار اتحرك يبقى ده إيه، دي نتاية، ما اتحركش يبقى ذكر. حاجات كتير جدا تعبانة بجد. في حاجة تاني، يمسك بوز الفرد كده من عند العظمية بتاعته ويسيبه ويقولك لو اتحرك يبقى ذكر، لو متحركش يبقى انتايه. طب ايه يا جدعان، في ايه؟ في حاجات كتير جدا افتكاسات. وفي واحد تاني يمسك يقولك لا، طب ما انت ممكن ايه تعرف ذكر وانتايه من هو لسه زغلول. طب يا عم انت عرفت منين؟ ده لسه زغاليل بتصاصي، لسه ما ريشها ما اكملش حتى، لسه زغاليل يا دوبك مفطومة. يقولك تعرف عادي. تعرف منين؟ من صوابع الرجلين. يقولك دول صوابعين الرجلين الصغيرين، لو قد بعض يبقى ذكر، لو واحد اطول من التاني يبقى انتهي. مفيش منه الكلام ده يا جدعان، والله بجد انا اتعلمته من الناس اللي على اليوتيوب دي فعلا، ان الكلام ده كله افتكاسات. انا جربت كل ده، انا لسه يا دوبك يعني على الله الحكايه. يعني مش غاوي قوي زي الناس اللي غاويه وتقليب ومستويات والكلام ده، لا انا على الله. المهم مش هطول عليكم، هجيب لكم ذكر وهجيب لكم انتاي، واوريكم الطريقه ايه التايلانديه اللي هم قالوا عليها. ثانيه واحده. تعالى ما تبقاش ذكر رزق. هوب.
اهو. مشكلة اهو. ده ذكر بلدي، ده مقلب يعني مقلب كتير. ده ذكر بلدي وانتهى بلدي، بس احجام بلدي كويس اهو. ادي الذكر. استنى بس. ادي الذكر وادي النتاية اهي. باين شكل النتاية وباين شكل الذكر، باين في التكشيرة بتاعت الوش والعضماية، والنتاية باين وشها ان هي أمورة اهي، باين رغم ان ده بلدي. اوريكم الطريقة التايلاندية ثانية واحدة. قالك بتجيب الفرد عادي اهو، تمسك الفرد من جناحينه عادي كده. الوزن فرد بلدي بس الصلاة على النبي عليه ابن حاجة. ابوه ازرق جمعية ومنتهى بلد عادي اهو. تمسك الذكر كده اهو، الرجلين عادي كده والجناحين والديل اهو، وقال لك تقوم جاي ايدك كده على وش الذكر. بص شفت ديل الذكر نزل ازاي اهو، نزل يعني اهو، يعني هو الديل اصلا نازل اهو لوحده. طب ده الذكر. خلينا نجيب النتاية. احنا عارفين الذكر اهو، وشه التكشيرة بتاعته، وفي يعني الذكر بيميزه حاجات كتير. الريشة بتاعته، ريشة الذكر بتبقى أعرض من ريشة النتاية، يعني الجناحات أعرض، ريشة عريضة. الشوكة عندي فتحة المجمع تبقى ضيقة. ده الذكر. نجيب النتاية. النتاية برضو نفس النظام، نفس المسك. هوب. بصوا ايديها نزل لتحت قبل ما اعمل اي حاجة اهو، قبل ما لسه ما عملش حاجة اهو. اهو نفس المسكة اهو اهو. بصوا اهو اهو. المفروض ديلها يطلع لفوق، يعني يتقلب لفوق اهو. بصوا ديلها نزل ازاي. دي نتاية مش ذكر، باين على وشها اهي، يعني نتاية بلدي بس اهي باين على وشها وباين على الريشة بتاعتها يعني اهو. ريشتها بتبقى ارفع، ريشتها رفيعة اهي، ريشة رفيعة. عندي فتحة المجمع تملي بيبقى واسع وطري اهو، هنا طري وهنا تحت في الحجر طري. والشكل بتاعها اهي نتاية، باين عليها ان هي نتاية. لكن الطريقة التايلاندية والفتلة والمسمار والكلام الفاضي ده يا جدعان، لا مستحيل الكلام ده بجد يعني اللي اتعلمته. اه انا لسه مبتدئ وكده وطالع، بس اهو نتاية بلدي باين عليها. مفيش منه الطريقة التايلاندية دي، ولو عايزين اللينك هحطه لكم انتوا تشوفوا وتحكموا بنفسكم. فبجد في افتكاسات كتير جدا، يعني حاجة على الله الحكاية. انا نفسي اربي مستويات تاني واجيب حاجة تاني، بس انا لسه يعني بالنسبة لي 6 شهور ولسه طالع. لا انا راجل مبتدئ، واتضحك عليا مرة، خدت على عيني مرة، خلاص اتعلمت. طالما خدت على عيني اتعلمت خلاص، كفاية يعني كفاية كده. خدت على عيني في مبلغ، يعني جبت صفقة حمام كده، المفروض ان هما كانوا استراليات، على شوية جمعية، على لاحم. كنت واخدهم بمبلغ، مش مبلغ قوي يعني، بس واخدهم بمبلغ. يعني لما ادفع 3500 كام قص، يعني مش مكملين 10 قصوص، بس ان هما يعني حاجة وانا معرفش. ده حاجة خدت على عيني خلاص، خدت كشاف محترم، اتعلمت، فصفيت كل ده خلاص. لقيت اصلا الحمام، في حمام مريح. ايه القص اللحم اللي انا واخده اصلا ده قرين
ما كنتش عارف بقى الذكر من النتاية، فخلاص بقى العملية سداح مداح والدنيا كويس. بس والحمد لله يعني استقريت على كام قص اللي عندي 4 قصوص. القص ده هبيعه، مش لازمني. وقص بلدي كويس بس انا هبيعه، يعني كفاية الكلفة غالية اصلا. عندنا الكلفة اصلا كام 22. فكفاية اكتفي اصلا بالكام قص اللي عندي دول. هما اصلا بلدي، يعني انا اصلا عندي قص ذكر جمعية اسود وانتاج رزق، وانتاج رزق ورايا اهي تحتها زغاليل، وذكرها جمعية ازرق. وعندي بندق استراليات، ده قص استراليات. وقص بلدي، قص بلدي تحت زغلولين اهم، يعني الله اكبر عليهم خلاص في عمر الفطام. والقص الكريزلي برضو بتاع نفس النظام تحتيه زغلول لسه مطلعه ما كملش اسبوع، يعني الحمد لله لله الحمد. وعندي كام زغلول برضو كتير لسه طالعين من تحت الكريزلي، الذكر الاسود وابن بندق. وعندي اهو برضو زغلول والله اصفر ورق ابن بتاع ده، زغلول ابن ازرق قطيفه منتهى استرالي. جابوا برضه حاجه كويسه، يعني جابوا الطول زي ابوهم والوش وش استرالي. يعني جابوا برضه ما جابوش حاجه اللي هو الازرق، لا يعني الزغلول ده جه كده على الله حكايته. وزغلولين برضه عيال اللي كريز غير الزغلولين دول، غير عيال الكريز ده دول. اقتربت صلاة العشاء. كله بفضل ربنا الحمد لله. وان شاء الله والله يعني في جديد. واعذروني كنت مرتبك يعني او كده، انا اول مره اصلا في حياتي اعمل فيديو او ان انا اشرح حاجه او ان انا افيد حد بحاجه تاني. او ممكن الفيديوهات اللي نزلتها ان انا بفكه مثلا بحاجه انا عرفتها وتعلمتها من راجل كبير خبره. الراجل ده الله يرحمه ويحسن اليه، يمكن 40 سنه تربيه حمام. الراجل ده يعتبر هنا جنبية. قال لي بدل ما تجيب أدوية والكلام، يعني قبل ما أصلا الفكرة، يعني الله أعلم الفكرة دي كانت موجودة أصلا يعني وسط الجيل اللي أنا طالع فيه على أيام هو الفكرة دي هم اللي طبقوها عملوها. فكرة التوم والبصل والخل والكركم والليمون اللي هو ده مضاد يعني لكل حاجة، رافع مناعة لكل حاجة في الحمام. ولا سالمونيلا ولا كنكر ولا روشة ولا الكلام ده. لا الكلام ده فعلا، يعني الخلطة دي أنا بعملها كل شهر مرة. أعطش الحمام أحطها على المية وعادي. أنا رافعها عندي برضو على الصفحة الطريقة بتاعتها، فيديو مختصر شوت دقيقة واحدة، إن هي سهلة جدا. وفي برضو كذا علاج وكذا، يعني في كذا حاجة تاني، في علاج بشري، في علاج أعشاب، في حاجات كتير جدا. الراجل ده فادني بيهم بصراحة، يعني راجل بجد كتر خير. راجل 10/10 محترم جدا الله يرحمه ويحسن إليه. وبرضه يعني لو تهت في حاجة بقوم فاتح اليوتيوب. ومش عيب إن كلنا بنتعلم من بعض، كل اللي بيعرف حاجة بيتعلم من التاني. أبو مريم التونسي، أبو هاجر، الناس دي بجد، دكتور حمام علي المنسي، الناس دي بجد فعلا يعني تستحق كلمة إن هم غاويين حمام. في الناس دي بتفيد، الناس دي مفيدة جدا. يعني كتر خيرهم إن هم بيعملوه بيفيدونا وإحنا بنتعلم. كغاوي حمام بقى، كواحد مبتدئ لسه عايز يربي حمام، واحد عايز يعمل مشروع حمام، كل والله يا جماعة يعني فيديوهاتهم مفيدة، يعني انت بتستفيد فعلا بجد، حاجة إفادة. يعني مشروع فعلا تربية الحمام ان انت تبقى تاجر حمام مفيش مشكلة، تجارة مش عيب ومش حرام. اه هتجيب لحم فرنسي وهتتاجر وتبيع وهتبيع منه دي تجارة، دي حاجة تاني غير حب الحمام. حب الحمام ده حاجة تاني. انت ممكن تنزل قص يعجبك ب1500 2000 عادي، هجيبه عجبني هجيبه وانشه. انا غاوي نش كده، فعادي كل واحد له غيته وله حبه. انا حبيت تربيه الحمام لما لقيت زغلول عمره 4 ايام باكله على ايدي. ايه عمر زغلول 4 ايام هتاكله على ايه طولة البلد كده؟ 4 ايام هاكله ليه بقى؟ انا معرفش حاجه عن الحمام اصلا، هاكله ذره مش هينفع. فلما فتحت اليوتيوب وعرفت ان ده بياكل لبه في الاول، وبعد عدى تاني اسبوع بتقله اللبه لغايه ما بقى ايه بخشله. فخلاص اتعلمت ازاي هربي الزغلول ده. الزغلول طلع على ايدي، قعد معايا يمكن اكتر من شهرين مربيه على ايدي ويطير حواليا وقاعد لغايه ما باعني اهو. اول ما جوزته النتايه وعمل باعني بقى خلاص. ساب
اداله صفر له ما يعرفنيش ولا كأنه شافني. ربنا رضاني بعش من عنده، اول عش طلع عنده ابن بندق، سميته لوز. يا دوبك اول بس يسمع صوت الشخولة بتاعت الاكل على طول جري مستناش، ينكش في الحمام ويطلع على ايدي عادي، الدنيا جميلة. وان شاء الله يعني الايام الجاية برضو ناوي اجيب يعني حاجة مستوى، مش مستوى اوي يعني، كل واحد طبعا على قد حاله وعلى قد دنيته. بس الايام الجاية ان شاء الله اجيب حاجات واحاول افكه باللي انا اعرفه او اللي انا اتعلمته، احاول افكه بيه ان شاء الله. ولو نزلت برضو شوية حمام برضو هصور وخليكم تشوفوا وتتابعوا معايا انا يعني. يمكن انزل اشتري لوحدي، انا خلاص اتعلمت من اللي فات يعني، خلاص اتعلمت اسرار الحمام، ازاي امسك فرد الحمام اقلبه، ازاي اعرف ايه عيب فرد الحمام ده، كل ده اتعلمته لله الحمد والفضل يعني، الحمد لله من عند ربنا. خلاص استفدت. فلو فعلا انا فدتكم فياريت تدعموني وتشاركوني بلايك وتتابعوني وان شاء الله في جديد. وان شاء الله يعني لما ربنا يديني يبقى عندي حمام مستوى يعني، لله الحمد والفضل. ناوي النية لله ان انا اول حاجة امسكها من القص اللي هجيبه ده هطلعه، الاقيه عامل يعني زي الجيف اواي اللي بيعملوه ده، وهطلعه يعني هطلعه للمتابعين، سواء اول عش او تاني عش انا مش عايزه، انا هطلعه لكم يعني، وسعيد الحظ اللي ياخد. بس ان شاء الله خلال الشهر ده اجيب حاجة مستوى كويسة، والعش اللي يطلع او العش الاول والتاني انا هطلعه، وبرضه هنتابع مع بعض ونجيب حمام مع بعض. ربكم فدتكم وتستفيدوا من الفيديو بتاعي.